عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، مربي الأرانب في كل مكان يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أفضل حال إن شاء الله رب العالمين. هرد على حد معلق لي على القناة في أكتر من استفسار كده وأكتر من تعليق. اتفرج على الفيديو للآخر، في معلومات جديدة وحلوة ومهمة هتفيدك إن شاء الله. تابع الفيديو للآخر ما تستعجلش علشان تقدر تستفيد وتعرف معلومات كتير عن الارانب ان شاء الله رب العالمين. في حد معلق لي على القناه وبيقول لي انا في عندي ام او ارنبه لقيت فيها تحت الجلد ورم وماهوش عارف الورم ده ايه. طبعا ممكن يكون حاجه لسه بادئه، يكون كوزدوني، يكون ورم حته متعوره وهو ما شافهاش، يكون هيبقى فيه خراج. فلازم اول حاجه يعملها طالما انا لقيت حاجه غريبه في الارنب ده ومش عارف هي ايه ولا احلها ازاي، اتصرف ازاي؟ بجيب بنستريب ضد حيوي كويس. البنستريب ده حاجه محترمه جدا. بنستريب اهو قدام حضرتك اهو عشان برضه تبقى ايه، تبقى شايفه كويس. ده ضد حيوي يعني واسع المجال، يعني ده بيشتغل على اي حاجه في الارنب. بنستخدمه كتير جدا ما بص ما بسيبوش من مزرعه البنستريب ده، مع انه غالي شويه بس دايما الغالي سعره فيه. مش هروح اجيب اي حاجه واقعد احقن والدنيا ما تمشيش معايا، لا لا، انا اروح برضو احدد هدفي على الحاجه الكويسه واروح اجيبها على طول علشان تجيب معايا نتيجه بسرعه. فده انا بحقنه على طول لما يكون في حاجه ورمه او في حاجه انا مش عارفها، بحقن البنستريب ده وبستنى ايه، يوم ده يوم بعد يوم. يعني حقنه النهارده فوت يوم واحقنه تاني تبقى اموره كويسه جدا. طيب جاوب، حاضر جاوب. وتبقى دنيته كويسه جدا واموره ماشيه تمام. ف يوم بعد يوم ما يتحقنش كل يوم ولا الصبح مره، ده يوم بعد يوم لانه طويل المفعول. تمام، ده هيعمل لك حاجتين في الورم ده، حاجتين: يا اما يصرفه خالص وما يبقاش موجود، يا اما يسويه ويبقى طري ويبدأ يفتح، تفتحه وتنضفه وتبدأ تتعامل زي ما شرحت لك في الفيديوهات قبل كده ان انت بتتعامل مع الخراج ازاي. يا اما يبقى خراج ومستوي وتفتحه علشان تعالجه، يا اما يبقى حاجة لسه بادئة وتصرف وما عادش يبقى لها وجود معاك في الارنب، وتبقى حاجة كويسة جدا لو لحقتها في الاول. ده بالنسبة للراجل اللي بيقول لي انا لقيت في عندي ورم تحت الجلد. طيب اخويا التاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي عرقوب، اللي هو العرقوب اللي هو بيبقى في رجل الارنب من تحت، اللي بيبقى كده في رجل الارنب من تحت، اللي بيبقى هنا في الحته ديتي، بيبقى الشعر ده مش شال، وبيبدا الارنب واحده بواحده يجي له يتعور ويحصل له مشاكل كتير. طيب انا عندي عرقوب وعالجته الحمد لله. طيب ماشي، مفيش مشكله، كويس ان انت عالجته، ويا ريت اما عالجت العرقوب تطلع تقول للناس انت عالجته ازاي، تنشر برضه، تساعد على الخير، تعرف الناس. مش عالجته وتسكت، لا، طالما عرفت علاج لحاجه واجب عليك ان انت تطلع تقولها لكل الناس برضه، ده علشان برضه غيرك يستفيد. ديتي اهم حاجه في الموضوع. طيب انت عالجته بس الارنب بيخس، ما هو لازم يخس، عنده مرض وعرقوب مش قادر يقف على رجليه، وانت بتديله مضادات حيويه وبتعالج بمضادات حيويه دهان وبتستعمله زي المريض بالظبط. لما يكون حد مريض وعمالين نديله في ادويه وما بنديلوش مغذيات، ايه اللي هيحصل؟ هيخس جدا ويبقى منهك وما يقدرش يتحرك. يقوم احنا نعمل ايه بقى يا باشا؟ لازم برضه وانت بتعالجه تديله شويه كالسيوم في بقه، مفيش فيها اي مانع، تغذيه كويس، تديله شويه خضره، تديله شويه فيتامينات في الميه، تديله كالسيوم في الميه، علشان دايما شويه جلوكوز تديهم له بقه وانت بتعالجه علشان ما يوقعش منك مره واحده. ما هو انت هتبقى مركز في حاجه وبتعالج حاجه والارنب تلاقيه راح خاسس منك خالص وباظ، يبقى انت ما عملتش حاجه. فين وفين، وممكن في حالات كتير الناس بعد ما الارنب بيقع ما عادش بيعرف يقومه تاني او بياخد وقت كتير عما يقوم تاني. فانت برضو محتاج ان انت تتابعه اول باول، يعني ما افضلش اديله في حقن ومضادات حيويه وبس ومن غير ما اديله فيتامينات، لا، برضو اديله شويه فيتامينات في بقه. مش لازم احقنه، احط له فيتامين في الميه الف دال، احط له كالسيوم علشان برضو يبقى كويس ويمشي معايا تمام. طيب بالنسبه للتعليق الثالث، ان حد بيقول لي انا فرشت قش، والتعليق ده يعني بصراحه ممتع بجد، يعني بيقول لي ان انا فرشت قش
وعندي القش لف على رجل الارنب الصغير وورمه. فطبعا ما هو ده شيء عادي لما القش ما يتهرس كويس، او انت مفروض عليك لما تيجي تحط القش للام تقطعه كويس، تعمله في ايديك كويس. اجيب لك عود قش واوريك. ما هو انت لو حطيت القش سليم كده سليم كده، ما هو برضه هيلف بالطريقه ديتي على رجل الارنب، ويحصل ممكن يلف على رقبته مش على رجله بس، يعمل له برضه مشاكل. فاحنا بنعمل ايه؟ يا اما القش ده يبقى متقطع نقطعه كويس قوي، او نمسك القش بالطريقه ديتي ونيجي في الحيطه ونعمله كده لحد ما بتكسره خالص، ما عادش يبقى كانه قديم، تفضل وراه على طول باستمرار لحد ما ينعم خالص معاك ويتقطع معاك خالص ويبقى ناعم خالص، مش هيعمل مشكله. طيب اريح نفسي من الكلام ده كله ازاي؟ انا مش عارف اعمل الكلام ده والقش معكسني والكلام ده. اجيب نشاره من اللي هي نشاره الخشب، هوريها لك برضه واوريك احنا بنفرش الولاده ازاي. اهي الولاده دي مفروشه اهي، دي نشاره اهي، دي عمرها ما هتلف على رجل الارنب ولا هيحصل للارنب فيها مشكله. الارنب بيفحر كده تمام، بيقعد يفحر كده في النص وبيقطع عليها الشعر. هوريك برضو انت يا والده بعد ما بيحصل ايه. لا مش دي اهو، هنا النشاره اهي قدام حضرتك. شوف الام عملت ايه اهي، دمجت الشعر بالنشاره اهي قدامك اهو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، حاجه محترمه قوي. فعلشان برضه تبقى انت اريح ان انت تعمل ايه، تفرش نشاره زي ما انا وريت حضرتك كده بالظبط. تمام، تجيب نشاره ديت بتيجي من عند اي حد من النجارين حواليك كده، فالامور بتمشي وبتبقى معاك زي الفل. مش عايز اطول بس على حضرتك، مش عايز اطول عليكم. جالي نضيف يعني ربنا يبارك، عايزين سلالات ان شاء الله. ف معلش غصب عني، انا كنت محتاج ان انا اطول معاكم في موضوع النشارات ده. طبعا اشرحه لك تاني ان شاء الله في فيديو جديد. دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.